السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كده اكلات حلوة كده. طبعا كنت عازمة اخواتي البنات وابويا وامي، ربنا يا رب يدوم الصحة ويخلينا دايما متجمعين في الخير، وكل عام وانتم بخير. وان شاء الله الفيديو ده يا جماعة بجد انا تعبت جدا جدا، واتمنى من ربنا لايكات كتير للفيديو ده. تمام كده يا حبايبي. اول حاجه عملنا التسبيكه بتاعه المحشي، عملت محشي ورق كرنب، هي كانت على قد كده بس الحمد لله يعني. عملت حاجه تشرف اخواتي، وطبعا اي حاجه ما دام متجمعين طبعا لو حتى اقل حاجه فربنا يديمها علينا نعمه. عملت طبعا تسبيكه المحشي وتبلت الفراخ من بالليل، وبدات احشي بقى. كنت عامله محشي ورق كرنب ومحشي ورق خاص، بحب جدا محشي ورق الخاص بجد بعشقه. هنا تتبيله الفراخ بقى عباره عن بصل وطماطم وفلفل وعلبة زبادي وزيت وخل ومعلقة عسل والبهارات ملح وفلفل اسود كمون مكعب من المرقة، بابريكا كزبرة. بصي اي حاجة حابة تحطها في تتبيلة الفراخ حطيها. بجد كانت حلوه جدا جدا. ان كان معاها طبعا كميه من الفراخ ما شاء الله، كنت غسلاها كويس جدا جدا وسبتها تصفى ميتها، وبعد كده انا غسلتها بالسكينه ونزلت عليها بالتتبيله وسبتها بالليل ما شاء الله عشان تشرب كده من التتبيله خالص. عاوزه اقول لكم العسل والزبادي بيخلوا لحمه الفراخ معاكي ما شاء الله. عندي الوراك كنت جايبه وراك فراخ ما شاء الله، كانت حجمها كبير جدا. الف هنا وعافيه على كل اللي اكل منهم، بجد كانت حلوه جدا جدا. والتتبيله دي هتخلي الفراخ معاكي طريه وجميله وما تاخدش اي سوا خالص. الخل هيسهل عليكي في السوا، والزبادي والعسل بيطروا معاكي لحمه وبيخلوها طريه وجوسي كده وجميله. تمام كده حبايبي. ما تنسوش تحطوا له لايك، واللي لسه ما اشتركش عندي اتمنى طبعا ينورني ويشترك في القناه. ما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل. الفيديو مسرعه جدا عشان ما ابقاش طويله عليكم واطول عليكم فيديو. يا ريت ما تنسونيش ولا تبخلوا على اختكم ام ايه في اللايك، حطوا له لايك عشان الفيديو يرفع معايا. هنا تبلت الفراخ ما شاء الله كانت كميه، وكنت بقى ساعتها نسيت الليمون، فبدات كده جبت ليمونتين كبار وعصرتهم وحطيت عليهم القشره وغطيت عليهم وسبتهم بالليل. طبعا الجو ساقع فكميه الفراخ ما كنتش عارفه احطها في التلاجة، فغطيت عليها وسبتها على الرخامه لتاني يوم. هنا هنعمل مع بعض بقى الكفته. كان معايا هنا كيلو ونص من اللحمه المفرومه على نسبه دهن، وكنت فرمه بقى بصلتين كبار وصفيتهم من الميه كويس وخضره، وحطيت طبعا كيس من اللي هو الخلطه بتاعه الكفته ده وعجنتها، وطبعا التوابل ملح وفلفل اسود كمون كزبره وكمان بابريكا. عجنتها كويس جدا جدا وسبتها بردك في التلاجة. تمام. كل حاجه كنت عاملاها من بالليل، يعني كل حاجة عملتها من بالليل عشان تعرفين النهار قصير فايه عشان اسهل كده. هنا معايا حلتين على البوتاجاز فيهم ميه مغليه. اول حله حطيت فيها جزرايه وبصل وطماطم، ونفس الحله حطيت فيها معايا هنا كيلو ونص من اللحمه. طبعا هقول لكم هنعمل بها ايه للاخر، كملوا معايا. نزلت كده بعد ما الميه غلت، نزلت بالكيلو ونص اللحمه اللي معايا. وفي الميه التانية عاوزه اقول لكم ان انا كنت جايبه اللي هي المصارين اللي هي الممبار، كنت جايباه وغسلته من بالليل، وكمان كنت حشيته بردك من بالليل وسبته. ونزلت هنا بالميه المغليه واحده بواحده عشان تقفل معايا، عشان ما توقعش رز منك كتير. كنت عاملاها بقى احجام كبيره وصغيره احنا اللي هناكلها مش مشكله. يلا حبايب قلبي، لو وصلت معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك، حطي لي لايك. وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم متجمعين في الخير، وكل ايامنا خير في خير، وكل ايامنا رمضان، وربنا يجعل ايامنا كلها خير ويحسن ما بين ايديكم جميعا. هنا بقى هنعمل الصلصه بتاعه المكرونه. هنا حطيت زيت على معلقتين سمنه حلوين كده، ونزلت بالطماطم اللي معايا متصفيه، نزلت عليها لحد ما تتسبك. وبعد كده بقى هنا هنعمل الفيديو متلخبط شويه لان كان في حاجات كتير فكنت مستعجله، فكنت بصور لقطات كده مش كل حاجه كنت بصورها. هنا بقى طبعا جبت الثلاث صواني، ما كانش عندي صينيه تاخد الفراخ دي كلها ما شاء الله كانت كميه، فجبت 3 صواني بقى. حطيت بصل وفلفل وطماطم وسويتها من غير اي نقطه ميه عليها خالص، هي سوت نفسها بنفسها. نزلت بقى كده، والتوابل اللي فضلت مني حطيتها على الفراخ. والفرن فوق بقى طلعت فوق على السطح في الفرن بقيت احط صينيتين. هنا بقى كنت عامله جلاش وكنافه محشيه بالقشطه الكدابه، بجد كانت تحفه تحفه.
هنا بقى الفراخ ما شاء الله شفتوا الجمال والحلاوه، بجد كان شكلها حلو جدا، وكل اللي اكل منها شكر فيها وفي حلاوتها وفي جمالها، وكان في لونها بصراحه هي بتتكلم عن نفسها، كانت حلوه جدا جدا. جربوا التتبيله دي، عملتها معاكم كتير جدا جدا لكل المشويات. ودي الكفته، ودي كمان الممبار معانا اتحمرهم. كنت انا بقى بعمل حاجه واختي جيت بردك ساعدتني، بقت ايديها بايدينا فنعمل مع بعض كده. هو ده كان فطارنا وكان يومنا جميل والحمد لله. كل سنه وكل اخواتي طيبين وانتوا بخير وسعاده، وربنا يا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه والف هنا وشفا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.